حريص على السلطة، كل حريص على الملك، كل حريص على الوصول إلى منصب زائل، كل حريص على الوصول إلى منصب زائل إلى الحكم، فهو كاذب وإن ادعى الصدق، كاذب وإن ادعى الصدق، خائن وإن ادعى الأمانة، مراوغ وإن أظهر الاستقامة. كل من حرص على طلب الملك والرئاسة هو ظالم وإن ادعى العدل، خائن وإن ادعى الأمانة، مراوغ متلون وإن ادعى الاستقامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو حرص عليه، إنا لا نولي هذا الأمر من طلبه أو من حرص عليه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قال بعض السلف: ما من أحد طلب الولاية فعدل فيها، ما من أحد طلب الولاية فعدل فيها. وقال الفضيل بن عياض: ما من أحد أحب الرئاسة إلا وطغى وبغى وحسد وتتبع عورات الناس، ولا يحب أن يذكر أحد بخير، لا يحب أن يذكر أحد بخير. عباد الله، وبعض من لا علم عنده يقول: طلبها يوسف عليه السلام، طلبها يوسف عليه السلام. والجواب: أولا، هل أنت كيوسف عليه السلام؟ يوسف كان نبيا معصوما صلوات ربي وسلامه عليه، يوسف عليه السلام كان نبيا معصوما، فهل أنت نبي؟ يوسف عليه السلام. ثانيا، يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة، لم يطلب الإمارة، وإنما طلب إليها وعرضت عليه فاختار، وقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف لم يطلب الإمارة، ولم يتقاتل من أجل الوصول إليها، ولم ينزل إلى الشارع، ولم يعتصم، ولم يدعو إلى الإضراب العام لشل حركة الحياة. هذا لم يحدث، مع أنه صلوات الله وسلامه عليه سجن ظلما، دخل السجن ظلما بعدما ظهرت براءته مما اتهمته به امرأة العزيز. قال الله عز وجل: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات، يعني آيات البراءة، ثم بدا لهم، ظهر لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. فدخل السجن مظلوما، ومع ذلك لم يدعو إلى تفجير قصر العزيز، لم يدعو، ولم يدعو إلى حشد الشعب من أجل إسقاط العزيز، هذا لم يحدث إطلاقا، وإنما دخل بعقيدته وخرج بعقيدته. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وهو في السجن مظلوم، سجين مظلوم. لما خرج ساقي الملك وظهرت، لما خرج من السجن قال له: اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن 7 سنين. ينام الملك العزيز، ينام ويرى رؤيا، يرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف إلى آخر الرؤيا، ثم عرضها على الملأ وقال: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. فصدقوه القول وقالوا: ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. فقال الذي نجا منهما من الرجلين اللذين دخل معه السجن وادكر بعد أمة تذكر بعد مدة: أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون، بتأويل رؤيا الملك. ويوسف عليه السلام
آتاه الله عز وجل تعبير الرؤى، فذهب إلى يوسف وعرض عليه رؤيا الملك وهو في السجن مظلوم. فماذا فعل يوسف؟ هل رفض تأويل الرؤيا؟ لا، وإنما طلب البراءة فقط مما اتهم به، ثم قدم خريطة أو خطة كانت سببا في إنقاذ اقتصاد مصر من الانهيار. تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون إلى آخره، وهو مظلوم في السجن، لم يسعى إلى خراب البلد، وإنما قدم خطة اقتصادية موفقة كانت سببا في إنقاذ البلد من ترد في الاقتصاد، فخدم البلد التي استوطن فيها ولم يسعى إلى خرابها. فيوسف عليه السلام فرق كبير. أنت يوسف يا من تأكل من 10 18، يقول أنا يوسف، ويوسف طلبها. استحوا من الله، اتقوا الله، البلد بتضيع، اتقوا الله. فليلزم كل إنسان الحد وليتق الله ربه وليوقن بأنه قادم إلى الله عز وجل. يوسف عليه السلام كان في السجن، ومع ذلك خدم البلد الذي استوطن فيها، سكن فيها، وكان سببا في إنقاذ البلاد من خراب محقق. ثم لما أعلم الرجل الملك بتأويل يوسف عليه السلام وعرض عليه تأويل الرؤيا، قال ما قال: ائتوني به. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. عباد الله، فرق كبير بين يوسف عليه السلام الذي لم يطلب الولاية في الأصل وإنما عرضت عليه فاختار. يوسف عليه السلام ظلم وهو طفل صغير، ألقاه إخوته في الجب. فماذا حدث بعد أن دخل عليه إخوته وقد وصل إلى الوزارة؟ ماذا فعل؟ هل انتقم من إخوته؟ هل تشفى فيهم؟ هل حكم عليهم بالإعدام؟ لا والله، وإنما قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. هذه حال الأنبياء وحال الصلحاء وحال الأتقياء. إن يوسف عليه السلام لم يطلب الإمارة وإنما طلب إليها فاختار. ثانيا، لم يؤثر ذلك على عقيدته، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك كما قال ربنا جل وعلا، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، ولكن حافظ على عقيدته وتولى حقيبة وزارية تنفيذية وليست تشريعية، حفاظا على عقيدته كما قال ربنا جل وعلا: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. عباد الله، إن الإنسان إذا أحس بلقاء ربه عز وجل وأحس أو أيقن بأنه قادم على ربه وأن هناك ميزانا سينصب وأعمالا ستعرض، يخشى من هذا اليوم: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالإنسان الذي ابتلي بمرض حب الزعامة، حب الرئاسة، عليه أن يداوي نفسه ويعالج نفسه من هذا
المرض، لأنه مرض إذا استفحل أرض الإنسان وأشقاه وكانت النار مثواه، نسأل الله العفو والعافية.